السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شراكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا بوصفة هايلة، والبنة تاعها ولا اروع، واللي هي كراتة الكرومب. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة. الكرومب كما تعرفوه شوية ما يجيش بنين، ولهذا لازم نركزوا له على التوابل مليح في الصلصة تاعنا. ركزوا معايا البنات. نبداو بالكرومب. كانت عندي كرومبة، درت نصها برك لانها كبيره، قطعتها الى شرائح، شللتها بالماء مليح، درت لها شوي ملح وحطيتها تفور. هذه بالنسبه للكرنب. اما التتبيله تاعنا، في مقلاة درت شوي زيت، حطيت فيه نصف صدر تاع دجاج، قطعته شرائح كما راكم تشوفوا، وخليته يتقلى في هذاك الزيت. من بعدها ضفت له حبه بصل، مقطعتها شرائح رقاق ثاني، وخليتهم يتقلاو مع بعض. ضفت لهم قيمة ربع سنة ثوم كيما راكم تشوفوا، وبدل ما ندير الملح درت مرق الدجاج، هذا راح يعوضني بالملح، وثاني فيه بنة. بعدها بديت نتبل، درت شوية من الفلفل الأحمر اختياري، تحبوا حار ولا حلو. درت شوية ملعقة طماطم مصبرة، ودرت شوية تاع توابل الدجاج، شوية تاع راس الحانوت، ودرت 3 حبات طماطم مرحية، وخليت كل شيء يتقلى مع بعض كيما راكم تشوفوا. بعد ما طاب لي هذاك الكرومب، لازم يطيب مليح، لازم يولي زبده. تحطي في هذيك الصلصه اللي درناها ونخلوه بجيه كيما راكم تشوفوا. نحطوه بجيه من هيه، ونروحوا نحضروا مع بعض صلصة البيشاميل. استعملت فيها 2 ملاعق من الزبدة و4 ملاعق من الفرينة، يكونوا مملوئين مليح، ونبقى نطيب في هذيك الفرينة حتى نطيب لي. في هذه الكمية استعملت فيها لتر من الحليب، بقيت نضيف بشوي بشوي باه ما يديروليش هذوك الحبيبات. بقيت ندير حتى اضفت اللتر كامل، ونبقى نحرك. بعدها استعملت مرق الدجاج ثاني بديل الملح، درت فيها سنة ثوم، شوية فلفل اسود، بننت بها هذيك البيشاميل باه ما تجينيش غير هكذاك. من بعد ما طابت، تحبي ديري جبن الطري ولا المبشور، المهم الجبن، اي جبن كان عندك. نبدا ندير في الطبقات. الطبقه الاولى درت البيشاميل، ضفت فيها نصف من هذيك التتبيله تاع الكرومب، زدت درت لها البيشاميل، وكملت النصف الثاني، وحطيت عليه بقيه البيشاميل، كبيته عليه كامل كيما راكم تشوفوا. ضفت من فوق رشه تاع جبن، ونحطها في الفور طيب لنا من تحت، ونزيدو نحمروها من فوق كيما راكم تشوفوا. النتيجه ولا اروع البنات. هذه الوصفه راهي هايله، نتمنى انكم تجربوها، تجي ما شاء الله كريميه، وتجي هايله هايله في البنه. ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الوصفه يا البنات، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو خفيف ظريف.